تناولت وسائل الإعلام السعودية اليوم خبر إقامة احتفال جماهيري من بعض أنصار نادي النصر بمناسبة مرور 12 عاما على مشاركة ناديهم في بطولة أندية العالم التي أقيمت في البرازيل عام 2000. وكان يمكن للخبر أن يمر كحدث عادي لولا وجود 3 علامات مهمة تثير علامات استفهام كبيرة. أولاً، أن مشاركة النصر كانت في 5 يناير عام 2000 ونحن الآن في شهر أكتوبر، ولا تزال الذكرى تحتاج إلى 3 أشهر، فلماذا كان تقديم الموعد؟ ثانياً، أن موعد الاحتفال قد تم بعد أيام قليلة من خروج المنافس التقليدي الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا أمام أولسان الكوري، وفقدانه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية، وهو الجرح الذي يضغط به منافسو الهلال دوما باستخدامهم لجملة العالمية صعبة قوية. ثالثاً، كان حضور شخصيات رياضية إلى الحفل مثل رئيس نادي الرائد فهد المطوع والحكم مطرف القحطاني مثيراً للجدل، على اعتبار أن التوقيت والمناسبة ربما تكون مفهومة، خاصة عندما يقيمها جمهور لإغاظة جمهور منافس رغم تحفظنا على الطريقة. لكن مشاركة رؤساء أندية وحكام في حفل من هذه النوعية يجعلنا ننظر إلى الأمر بشكل مختلف. اللافت للنظر غياب كل مسؤول رسمي من نادي النصر عن هذا الحفل، وكان الحضور جماهيريا وشرفيا فقط، مما يعكس رغبة نادي النصر رسميا في الابتعاد عن هذا النوع من الفعاليات التي قد تثير الجدل بين قطبي العاصمة السعودية الرياض.